الوزير نهجته منذ البداية سياسة الأذن الصماء تجاه المطالب نتاع الشغيلة التعليمية، وحنا إلا عرفنا أن الحكومة ديالنا مصابة بالصمام، غير أنه ما كناش كنتوقعوا أن الحواس الخمس عندها معطلة. سيد الوزير، الإجراءات اللي قمتوا بها كانت يطبعها الارتباك والسوريالية، واللي خلى أكبر نجاح حققتوه بها هو أنكم أفقدتمونا الثقة في المؤسسات. وعلى ذكر الثقة، كيفاش سيد الوزير اليوم باغي تقنعونا بتكافؤ الفرص بين تلاميذ المقاولة التعليمية اللي اليوم كيواصلوا التحصيل ديالهم وتلاميذ المدرسة العمومية اللي اليوم كتعرف شلل تام من بعد الإجراء الأليم اللي قمتوا به بالتوقيف المؤقت للمضربين والمضربات. تشخصون الوضع على أنه توقف للدراسة، وليس توقفا للدراسة، هو إضراب رجال ونساء التعليم بسبب مرسوم استهزأتم فيه واستهنتم فيه بقدرة هذا الرجال ونساء التعليم على أنهم يدافعوا على مطالبهم ويدافعوا على حقوقهم. إجراءات أليمة بشرتها سيد الوزير منذ توليكم هذا القطاع، واللي اليوم كنجنيو الثمار ديالها. إجراءات اللي جبتوها اليوم انتم كتوقفوا السادة الأساتذة. واش ماشي العبث هذا؟ أليس فيكم رجل حكيم؟ واش هذه الحكومة ما عندهاش ولو عضو واحد اللي عنده الكبدة على هذه البلاد وعلى هذا الشعب؟ علاش هذه الحرب كامله على التعليم وعلى نساء ورجال التعليم؟ راه الاستاذ هو اللي قراك السيد الوزير ووصلك لهذا المنصب، ما فيها بس نذكروك، واللي المفروض يكون عنده اعلى اجر. واش بالاقتطاعات وبالتوقيفات تاع السفيه غنكرموا الاستاذ؟ واش لهذه الدرجه املاءات البنك الدولي اهم من وليدات الشعب اللي ضايعين بلا قرايه؟ راه خصكم تجلسوا وتحاوروا مع التنسيقيات، لانه هما اللي عندهم الشرعيه وعندهم الكلمه اليوم في الشارع. باركم هذا الاستهتار الحكومي، وباركم مخرق الدستور اللي وليتوا كتفصلوا فيه التقارير الحكوميه على مقاسكم وكيف بغيتوا. واليوم الحكومه راها مطالبه ومفروض عليها وملزومه بارجاع الاساتذه الموقوفين عن العمل وترجع لهم فلوسهم المنهوبه من جيوبهم، لان الاضراب حق دستوري وتا واحد ما يمكن له يصادر هذا الحق وتا واحد ما فوق القانون. الاساتذه حسوا بالظلم وحسوا بالحقره، ما فيها بس يطالبوا بالكرامه ديالهم وبحقوقهم. لسان حالها تقول انكم قد عجزتم سيد الوزير على تدبير الازمه. نحن في ازمه حقيقيه، في كارثه وطنيه. 7 الملايين الأسر اليوم مصير أبنائها معلق. السيد الوزير، ربما تدبير الكفاءات ديالنا العام، تدبير الكفاءات بدون رؤية سياسية قد يؤدي إلى الآفات، ولكن غياب الرؤية السياسية لا يمنع أن يكون هناك شجاعة سياسية. ألا ترون معنا السيد الوزير أن ربما بقى المدخل الوحيد لحل حالة هذه الأزمة هو طلب إعفائكم من مهامكم، أنكم تقدموا استقالتكم، لأنكم عجزتوا فعليا على أنكم تردوا القطار للسكة ديالو. السيد الوزير، فتيل الأزمة اليوم يزداد استعارا. شعب الأمة كنمثل الأمة، ندافعوا على الأمة، ماشي على الحكومة. محيلية لا لكن السيد الوزير، هذه القضية ديال التوقيفات راهي غير دستورية، تؤزز الوضع، تؤزم الوضع، وكنرجعوا ل 1979 هادشي ما يحلش المشكل تزيدوا واحد شويه الوقت، تحاوروا مع التنسيقيات. ما قادينش، حنا قادين توصلوا للسيد الوزير، ولكن ما يمكنش تمشيو فقط بالامن وبالتوقيفات باش يدخلوا الناس يقراوا. ارجوكم.